طبعا مصر بتشهد أسوأ فترة ربما في تاريخها على الإطلاق في حجم الانتهاكات لحقوق الإنسان، ومنها الاعتقالات التعسفية التي تتم لأكثر من 65 ألف سجين سياسي. معظمهم كانوا من السياسيين الداعمين أو المؤيدين للدكتور محمد مرسي، وكانوا ممن جرى الانقلاب عليهم، منهم وزراء ونواب منتخبين وغيرهم من السياسيين. فطبعا السيسي منذ الانقلاب العسكري حتى الآن هو يشرع قوانين، لأن ما فيش برلمان حقيقي في مصر الآن. السلطة العسكرية تسيطر على السلطة التشريعية والقضاء والنيابة العامة وعلى البوليس والمخابرات والجيش وكل هناك حاكم مطلق، فرد مطلق، وبالتالي تصدر بقى أحكام من قبل هيئات قضائية غير مستقلة، محاكم استثنائية، محاكم جماعية، تصدر أحكام قاسية جدا على مختلف القوى السياسية. وكذلك المعاملة داخل السجون هي معاملة سيئة جدا. لدينا سجون مغلقة تماما، مساجين أدلهم 4 سنوات لم يسمح لهم بزيارة لعائلهم ولا للمحامي، وبالتالي هو منقطع تماما عن الحياة، مغلقة عليه الزنزانة بشكل كامل، لا توجد مساحة للتريض أو الخروج من الزنزانة أو للقراءة أو لمتابعة الأخبار أو حتى للحصول على ملابس من عوائلهم أو أدوية. وبالتالي لدينا عدد كبير كل عام يموتون في السجون. هذا العام 46 حتى الآن توفوا في السجون نتيجة التعذيب ونتيجة انعدام الرعاية الصحية. العام الماضي أكثر من 87 واحد. لدينا منذ الانقلاب حتى الآن حوالي 1000 شهيد من توفوا في معتقلات النظام العسكري في مصر. طبعا القيادات اللي هم خاصة قيادات جماعة الإخوان المسلمين يتم الزج بهم في العديد من القضايا. يعني الدكتور محمد البلتاجي يمكن متهم في 20 قضية وكلها نفس القضايا هي، ولكن هناك انتقام كبير من خلال التلفيق ومن خلال الكذب ومن خلال إصدار أحكام قاسية بالإعدام وبالمؤبد. فتجد الدكتور محمود عزت مثلا، حضرتك أشرت إليه، نائب مرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، حكم عليه 25 عام قال بتهمة التخابر مع حماس. طبعا كلها اتهامات ملفقة، وهو دي قضية سترى أحكام أخرى، لأنه ستعاد محاكمته في أكثر من 20 قضية، فسترى أحكام تتوالى. وهي المقصود فيها أن هؤلاء يتم سجنهم في قبور حتى يموتوا. فانتقام شديد، وكلها أساليب قضائية لا تمت العدالة بالصلة. كذلك أنت بترى امبارح حكم يصدر على شباب من شباب الثورة زي علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر والصحفي محمد أكسجين، وهؤلاء حكموا لأن واحد كتب تقرير على أن الناس اللي بتموت في السجون، أو واحد كتب تغريدة 5 سنوات سجن. أحكام قاسية، وكان قبلها 5 سنوات أخرى، فأحكام شديدة. وهؤلاء ليسوا من التيار الإسلامي، هم من التيارات اليسارية والشباب الثورة الحالمين بالديمقراطية والحرية.
فإذا القمع الآن بدأ يطال المجتمع المصري كله الآن لإرهاب الشعب المصري وتخويف الشباب والناس من أي حرية من الحريات، حرية التعبير، حرية الكتابة، حرية الرأي. كل هذه الحريات مقموعة وممنوعة الآن في مصر. يعني هناك مستوى عالي من القمع. حضرتك تتكلم على مظاهرات العام الماضي 2019 في نوفمبر، اللي هو أو كانت في سبتمبر، طبعا اعتقل أكثر من 3000 واحد لا يزالون في السجون حتى الآن، ومنهم بعض الفتيات. فالأمر مستوى الإرهاب والقمع كما قلت لك مستوى يعني غير مسبوق، وبالتالي طبعا بالتأكيد أن وسائل الإعلام كلها مراقبة، وسائل التواصل الاجتماعي زي ما أنت شفت الفضائح التي تم الكشف عنها مؤخرا، أن هذا النظام حصل على يعني برامج وأجهزة للتصنت من إيطاليا ومن فرنسا. مؤخرا الفضيحة اللي كشفها موقع ديسكلوز الفرنسي عن تعاون ضخم ما بين فرنسا والسيسي، 3 شركات فرنسية يسيطرون على قواعد بيانات الشعب المصري كله، أي شيء يسيطرون حتى على كابلات الإنترنت وعلى شركات الإنترنت اللي بتزود الخدمة للناس. يستطيعون كشف صفحات الفيسبوك وتويتر وكل من يتكلم ويعتقلون الناس. فطبعا مستوى الإرهاب والتخويف، إرهاب الدولة والتخويف الذي يتم الآن ربما طبعا يعني يؤخر، لكن بالتأكيد أن كل هذه الضغوط ستنفجر في لحظة ما، وهذا ما لا يدركه الطغاة، لأن حكم شعب زي الشعب المصري اللي هو حوالي 105 مليون نسمة بهذه الطريقة، يعني هذا سيؤدي حتما إلى لحظة تنفجر فيها الأوضاع، لكن لا نعلم متى ستكون. نحن نتابع يعني التطورات في العلاقات المصرية التركية، ونرحب بأي تطور في هذه العلاقة، ولا سيما إذا كان هذا التطور أيضا يعني قد يساهم في إعادة الأمور في مصر إلى المسار الطبيعي أو التخفيف من حدة الانتهاكات لحقوق الإنسان. لكن احنا طبعا نتمنى الصالح للشعب التركي والدولة التركية كما للشعب المصري أيضا والدولة المصرية، لأن يعني تركيا دولة إقليمية كبرى في المنطقة، وكذلك مصر دولة كبرى. الحقيقة العلاقات المصرية التركية ظلت يعني رغم أنها على المستوى السياسي كانت سيئة، إنما على المستوى الاقتصادي حجم التبادل التجاري مع تركيا واتفاقية التجارة الحرة لا تزال تعمل، ولا تزال التجارة نشطة بين البلدين لم تتوقف. ونتمنى أن يعني أن المسلمين كلهم يجتمعون، يعني لأن تركيا دولة في النهاية صديقة للشعب المصري ليست عدوة، وكذلك حجم المخاطر الإقليمية والدولية تستدعي أن يصطف المسلمين يعني ويتقاربوا بشكل كبير مع بعض لمحاولة تدارك هذه المخاطر. يعني معبر رفح في غزة بين غزة وبين مصر هو النافذة الوحيدة للشعب الفلسطيني في غزة إلى العالم الخارجي. من المؤسف والمحزن أن النظام المصري يدخل في توافقات واتفاقات مع الصهاينة مؤداها غلق هذا المعبر وتقييد حرية الحركة فيه، وهذا الأمر يخضع للأسف لحسابات كثيرة ليس من بينها حسابات مصلحة الشعب الفلسطيني نفسه. ولكن النظام المصري من خلال سيطرته على المعبر هو يريد السيطرة على الوضع في غزة، وأنه هو يكون بوابة العالم إلى غزة، وبالتالي يعني أحيانا يفتح المعبر لمرور الفلسطينيين من الجانبين، أحيانا يغلق لشهور طويلة،
احيانا يمرر بعض التجارة، وهي تجارة ايضا تقوم بها شركات تابعة لجهاز المخابرات ويستفيدون منها، لادخال بعض السلع المدنية البسيطة، لكن لا يسمحون مثلا بادخال مواد البناء ومواد إعادة الإعمار وأشياء كثيرة يحتاجها الشعب الفلسطيني. ولذلك يبقى هذا المعبر هو نقطة يعني ضغط على الشعب الفلسطيني للأسف. يحاولون من خلالها مساومة الشعب الفلسطيني لإخضاعه، يعني نسهل أو نصعب، نفتح أو نغلق. للأسف هذا هو الوضع حتى الآن. أمر كله يعتمد على مزاج النظام المصري، ومدى إذا احتاج لأهل غزة في مفاوضات أو في أنه يكون وسيط مع الصهاينة أو يساهم في وقف إطلاق النار كما حدث في الحرب الأخيرة، فإنه يعدهم ببعض التسهيلات وهكذا. إذا غضب منهم يغلق المعبر.